محمد صلاح حس إن احتفاله بشجرة الكريسماس السنة دي كان عادي، راح جاي مطربقها وضرب القنبلة، وقبل ما ينزل الماتش راح عامل كده. No, I just think they've got to continue doing what they're doing, play with the intensity, match the crowd's intensity as well, and when they get فخر الفاتيكان معشوق الكنيسة محمد صلاح قبل ما ينزل الملعب كان بياخد البركة وراح عامل حركة كل زمايله في ليفربول بيعملوها، والناس قالت اظهر وبان على حقيقتك. كان قلبنا حاسس يا صلاح، احتفالك بالكريسماس كل سنة كأنه العيد الكبير، وكلامك عن الخمرة انك مش حابب تجربها وما جبتش سيرة انها حرام. صلاح بن نجريج بقى واحد تاني يا رجالة. هل فعلا محمد صلاح غير ديانته ومخبي وناوي فعلا يغير اسم بنته مكة وهيسميها كنيسة؟ الحقيقة ان محمد صلاح شاب مسلم ملتزم، الحياة في أوروبا خلته يتخلى عن التزامه شوية، لكن صلاح بيصوم وبيصلي، وهو اللاعب الوحيد اللي بسببه لعبة فيفا عملت تحديث وضافت السجود في اللعبة. لكن اللي عمله صلاح وهو نازل أرض الملعب كان حركة لا إرادية بيشوفها كل شوية، عشان كده عملها من غير ما يفكر ولا يحس. ونفس الخطأ ده وقع فيه كريستيانو رونالدو بعد ما راح النصر السعودي وكان بيشوف زمايله كل شوية بيسجدوا على الأرض، راح جاب جون ولقى نفسه بيسجد هو كمان، ولو كانوا سابوه شوية كان هيخطف صلاة العشاء في السريع. لكن الغريب وقتها إن محدش اتكلم كتير عن اللقطة دي، ولا حد قال رونالدو الخاين بعدينه وبقى مسلم والغربة غيرته. ومش بس صلاح وكريستيانو لوحدهم اللي عملوا كده، لعيبة كتير في العالم كله عملوا نفس الحركة. وفي الدوري المصري لاعب بعد ما جاب جون وكان فرحان راح راسم الصليب على صدره ونزل على الأرض يسجد، وعمل كده بطريقة عفوية، والصفحات والمواقع مسكته تريقة فترة طويلة. جول وصبر على الكوره وجول. الله يا سلام عليك يا جون. ولاعب أمريكي بعد ما سجل هدف راح احتفل زي المسلمين والمسيحيين، وكان ناقص بعد الماتش يروح يزور المعبد بالمرة عشان محدش يزعل منه. وحفيظ دراجي معلق المباراة ضحك بسبب احتفال اللاعب، لكنه معلقش واكتفى بس بالضحك. كان قائدا الموسم الماضي اليوم كل دول عملوا الاحتفالات والطقوس دي بشكل لا إرادي من كتر ما شافوا زمايلهم بيعملوها. لكن لا صلاح بقى مسيحي ولا رونالدو بيصحى هو وجورجينا يصلوا الفجر حاضر، والحقيقة إن صلاح بيصوم ويصلي، وفي شهر رمضان بيكون صايم حتى لو بيلعب ماتش صعب، والحكم بيوقف المباراة لما وقت الفطار بيجي وصلاح بيشرب مية ويكسر صيامه. لكن اللقطات دي محدش بيبرزها ولا بيقولها، لكن لو احتفل بالكريسماس أو عمل حركة عفوية برسم صليب الدنيا بتتقلب عليه كأنه بقى اسمه جورج مش محمد.